فزورة سريعة كده نشوف مين بيفكر كويس، واللي هيحلها هديله جنيه ونص. لو عندك عربية ماشية بسرعة 100 كيلو في الساعة، تقدر تقول لي بعد ساعة هتكون مشيت مسافة قد ايه؟ برافو عليك، بعد ساعة هتكون مشيت مسافة 100 كيلو. ما تيجي بقى نصعبها شوية. لو العربية دي طالعة من الثبات وبتسرع بمعدل ثابت لحد ما وصلت لسرعة ال 100 كيلو متر في الساعة بعد ساعة، تقدر بقى تقول لي العربية دي مشيت قد ايه من ساعة ما طلعت لحد الساعة ما خلصت؟ طبعا لو جاوبت وقلت لي 100 كيلو متر فوالله دي حاجه تزعل، لان الاجابه اكيد غلط، وده لسببين. السبب الاولاني ان الفزوره مختلفه عن الفزوره الاولانيه، والسبب الثاني ان العربيه بعد الساعه وصلت ل 100 كيلو متر في الساعه، فاصلا ما لحقتش تمشي عليها، فاكيد المسافه اللي هي مشيتها هتطلع اقل من الفزوره الاولانيه. لكن برضو كام بالظبط؟ الاجابه الصح هي مسافه 50 كيلو متر. لو عايز تعرف جت ازاي كمل الفيديو لحد الاخر. خلينا نشوف انت حليت الفزورة الأولى ازاي. لو السرعة ثابتة يبقى أكيد مش هتتغير بتغيير الوقت، يبقى بعد ساعة العربية هتكون مشيت 100 كيلو، وبعد ساعتين العربية هتكون مشيت 200 كيلو، وبعد 3 ساعات هتكون مشيت 300 كيلو. يعني بتضرب الوقت في السرعة. بس لو لاحظت هتلاقي ضرب الوقت في السرعة هي طول في عرض المستطيل ده، وبعد ساعتين المستطيل ده، وبعد 3 ساعات المستطيل ده. يعني ممكن نقول ان المسافة هي مساحة الشكل اللي السرعة رسماه مع الوقت. بالمثل في الفزورة الثانية السرعة بادئة من الصفر وبتزيد، يعني هترسم مثلث بدل مستطيل. مساحة المثلث هي نص مساحة المستطيل، فهنضرب الطول في العرض في نص، يبقى بعد ساعة المسافة هتبقى 1 في 100 في نص، هتساوي 50 كيلو متر. وبعد ساعتين هتبقى 2 في 200 في نص اللي هي 200 كيلو متر. وبعد 3 ساعات هتبقى 3 في 300 في نص اللي هي 450 كيلو متر. لو رسمنا المسافات دي في جراف مع الوقت هنقدر نطلع المسافة عند أي وقت من غير ما نحسب خالص، بس من على الكيرف، وهو ده أصلا اللي طلع منه معادلات الحركة أو الإيكويشنز أوف موشن. كيرف المسافات ده اسمه تكامل السرعة. لو وصلت له مش هتحسب المسافة تاني عن طريق حساب المساحة، خلاص عند أي وقت الكيرف هيديك المسافة مباشرة. كده أنا وريتك التكامل ممكن يستخدم في إيه، فمحدش يجي يقول لي بعد كده إن التفاضل والتكامل دراستهم ملهاش لازمة. وعلى فكرة أنا اديت أبليكيشن واحد بس وكل العربيات بتستخدمه بمشتقاته. يعني مثلا لو العربية عرفت معدل استهلاك الوقود بتقدر تحسب لك فاضل لك كام كيلو، وباستخدام الانتجريتور بتقدر تعمل تحكم اوتوماتيكي في السرعه في مثبت السرعه وهلم جرة. طبعا التفاضل والتكامل داخل في حاجات كتير، واذا فتحنا بس في ان احنا ندي اكزامبلز مش هنخلص، فكفايه بس عليكم مثال العربيه علشان مش عايز اكون ممل واطول وقت الفيديو. وافتكروا دايما ان احنا we are just scratching the surface. انا كده عملت اللي عليا، وقلت اقول اهميه التكامل لا يتلغي ويبطلوا يدرسوه.